هبة هذه؟ وما هي تفاصيل قصتها التي أدت بها إلى هذه النهاية القاتمة؟ ومن يكون ذلك الشخص الذي غرست في صدره سكينها بهذه القوة وهذا الحقد؟ لم تكن هبة سوى امرأة بسيطة في 30 من عمرها تعيش في إحدى الأحياء الفقيرة في مدينة الإسكندرية المصرية مع زوجها الذي كان عاملا بسيطا يكسب قوت يومه عن طريق القيام ببعض أعمال البناء وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن الرجل لم يكن يملك دخلا ماديا ثابتا، فقد استطاع أن يوفر لزوجته وابنيه حياة مريحة إلى حد ما. ظلت تسير الأمور بتواضع وبساطة إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي فقدت فيه هبة زوجها على إثر حادث مروري مأساوي، لتجد الأم الشابة نفسها وحيدة في وسط عالم لا يرحم. ومما زاد الطين بلة هو أنها باتت المعيلة الوحيدة لطفليها الصغيرين. لم تكن هبة قد أتمت دراستها الجامعية، ولم تكن تجيد أي صنعة أو حرفة، ولم تضطر للعمل من قبل، حيث أن زوجها كان يهتم بالشق المادي، فيما تولت هي رعاية الأطفال والاهتمام بشؤون المنزل. وسرعان ما أدركت الأم الأرملة أن أمر إعالة طفليها سيكون عسيرا للغاية. أثارت حالة هبة استعطاف الكثير من الجيران الذين بادروا إلى مساعدتها للعثور على وظيفة كمشرفة في حضانة قريبة من منزلها، لكن راتب تلك الوظيفة كان ضئيلا للغاية ولم يكن كافيا لسد احتياجات الأسرة، لدرجة أن هبة اضطرت ترك شقتها الباهظة الإيجار بالنسبة لها وانتقلت لشقة أخرى أكثر تواضعا وأقل حجما وأرخص سعرا. حتى بعد كل إجراءات التقشف تلك لم يكن راتب هبة الزهيد ليكفي ما تبقى من احتياجات الطفلين، ولذلك قررت هبة أن تعمل في وظيفة أخرى في فترة ما بعد الظهيرة لتحسن من دخلها المادي. ونظرا لأنها كانت تفتقر للموهبة والخبرة، فقد اختارت هبة العمل في مساعدة ربات المنازل على تنظيف وترتيب بيوتهم. في تلك المرحلة من حياتها كانت هبة تستيقظ في الصباح الباكر للذهاب إلى عملها في الحضانة قبل أن تمضي إلى عملها الآخر بعد الظهيرة، فتنهك جسدها في تنظيف المنازل وترتيبها. وقد كانت هبة تمتاز بتفانيها في العمل، مما أكسبها الكثير من الشهرة والمحبة بين ربات المنازل في عدة مناطق سكنية. في نهاية اليوم كانت هبة تعود إلى منزلها منهكة، ولم تكن تقوى على مساعدة طفليها في استذكار دروسهما، مما أدى إلى تدهور مستواها الدراسي إلى حد كبير بعد أن كان دائما بين صفوف المتفوقين، وجعل هبة حائرة في كيفية تحقيق التوازن بين كسب الرزق ورعاية ابنيها يحيى وريتال. على الصعيد المادي ساهمت الوظيفة الجديدة في تحسن دخل العائلة بشكل ملحوظ، وقد شجع ذلك هبة على بذل المزيد من الجهد في تنظيف المنازل وكسب المزيد من الزبائن، الأمر الذي جعلها تهمل حق أبنائها بشكل أكبر. واستمرت على ذلك الحال حتى أدى غيابها الدائم عن المنزل إلى كارثة كادت تؤدي بحياة ابنيها. في أحد الأيام وبينما كانت هبة مشغولة بعملها في تنظيف المنازل، وردتها مكالمة من أحد جيرانها وهو رجل يدعى سيد. ومنذ أن أجابت هبة على المكالمة حتى سمعت أصوات الصراخ والعويل في الخلفية، وسرعان ما اكتشفت أن سيد كان يتصل بها لإخطارها بأن حريقا قد التهم شقتها، وأن طفليها كان على وشك أن يلقيا حتفهما جراء تلك الحادثة المريعة. أغلقت هبة الخط وهرعت كالمجنونة نحو منزلها، وهناك عثرت على طفليها المذعورين وهما يحتميان ببعض الجيران الذين ساهموا في إخماد الحريق. وقد علمت هبة لاحقا أن جارها المدعو سيد كان هو من اقتحم الشقة وأنقذ الطفلين، قبل أن يساعده بقية الجيران على إخماد الحريق الذي نشأ في المطبخ عندما كان يحيى وريتال يلعبان هناك دون رقبة والدتهما. في تلك اللحظة أدركت هبة أن انشغالها الدائم عن طفليها قد يؤدي بهما إلى الهلاك، ولذلك فقد اتخذت الأم الأرملة قرارها بأن تترك عملها الصباحي في الحضانة وأن تكتفي بالعمل في تنظيف المنازل الذي يوفر لها مرونة أكبر في المواعيد.
ويتيح لها فرصة أن تكون موجودة في ساعات ما بعد الظهر مع أولادها عندما يرجعون من المدرسة. ومع تحسن شكل حياتها نسبيا عادت الأيام تمضي على نحو متأرجح، لكنها سرعان ما واجهت ضائقة اقتصادية أخرى حين أصيبت بفيروس كورونا في ذروة انتشاره، الأمر الذي اضطرها إلى عزل نفسها في الشقة فترة ليست بالقصيرة، إلى أن الأهم من ذلك وأن زملائها أصبحوا يخشون استدعائها لمساعدتهم في التنظيف بعدما علموا بأمر إصابتها. لرأب ذلك الصدع المالي اضطرت هبة للاقتراض من بعض المعارف، وعندما بدأت ديونها تتراكم وبدأ أقاربها ومعارفها يرفضون إقراضها المال، لم تجد أمامها إلا جارها سيد، ذلك الرجل الشهم والشجاع الذي ألقى بنفسه في قلب النار لينقذ حياة ابنيها. جرجرت هبة أقدامها نحو شقة جارها وهي تشعر بالقهر والخجل الشديدين، وعندما طرقت الباب وانبار سيد من خلفه طلبت منه هبة بتوتر وتردد واضحين على صوتها بأن يقرضها بعض المال كي تتمكن من تسديد الإيجار وتوفير القوت لأطفالها. كانت ردة فعل سيد على طلب جارته ودودة للغاية، ولم يتردد الرجل في إغداق المال على هبة بسخاء، كما أنه اشترى بنفسه بعض الطعام والحلويات للطفلين الصغيرين، وقد جعل ذلك الموقف سيد يظهر بمظهر الفارس النبيل في أعين هبة التي لم تستطع كبح جماح فيض المشاعر العاطفية التي اجتاحت صدرها. دون أن تدري كانت هبة تقع في غرام سيد الذي أبدى اهتماما كبيرا بها وبابنيها بعد تلك الزيارة. وفي مساء أحد الأيام طرق سيد باب شقتها حاملا في يده أكياسا مليئة بالطعام وحلوى الأطفال، وقد شكرته هبة وأظهرت امتنانها له بعد أن أدخلته للمنزل وأجلسته في غرفة الضيوف، لكنها سرعان ما أدركت أن سيد لم يكن ليكتفي بعبارات الشكر والثناء هذه المرة. في هذه الليلة باح سيد لهبة بمكنون مشاعره تجاهها، واعترف لها بأنها كان متيما بها منذ اللحظة التي وقعت عيناها عليها فيها. ومن جانبها لم تصمد هبة كثيرا أمام سيل المشاعر الرومانسية التي غمرها سيد بها، وسرعان ما استسلمت له ووهبت له جسدها وقلبها، وهو تصرف ستندم عليه أشد الندم لاحقا. بعد تلك الليلة أصبح سيد يتردد على منزل جارته بشكل روتيني، وكانت هبة تتعمد ترك ابنيها في منزل جدتهما في الليالي التي يزورها فيها سيد كي ينعم بالخصوصية التي كانا يحتاجونها. وعلى الرغم من استمرارهما على هذا الحال لفترة طويلة لم يعرض سيد الزواج على هبة أبدا، بل أوضح لها أكثر من مرة أنه مرتاح للغاية لشكل علاقتهما، حيث أنه لم يكن يرغب بأن يقحم نفسه في التزامات جديدة بعد أن فشلت زيجاته السابقة. من جانبها لم تهتم هبة كثيرا بمسألة الزواج ما دام سيد يعاملها بلطف ويحسن لابنيها ويغدق عليها من المال ما يكفيها لتعيش حياة كريمة، لكنها سرعان ما ستدرك أن كل ذلك لم يكن سوى خطة من سيد لاستخدامها في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة لاحقا. بعد مرور سنة على علاقتهما المحرمة بدأ الملل يتسرب إلى صدر سيد الذي أصبح يقتر على هبة وأبنائها في المال، وعندما واجهته هبة بذلك أخبرها أنه بات عليها مساعدته في جمع المال، وذلك عن طريق تصوير مقاطع فيديو تقوم هبة خلالها بممارسة أنشطتها اليومية كترتيب المنزل وإعداد الطعام، وهي ترتدي ملابس ضيقة ومثيرة. في البداية رفضت هبة هذه الفكرة بغضب شديد، لكن سيد استطاع استمالتها شيئا فشيئا، خصوصا بعدما أراها بعض الفيديوهات المشابهة التي حازت الآلاف من المشاهدات، واستطاع أصحابها أن يحصلوا على الكثير من المال من خلال نشرها. بعد فترة من الوقت وافقت هبة على مضض على تنفيذ ذلك المشروع القذر، خصوصا بعدما أكد عليها سيد بأنها سترتدي قناعا طبيا كي لا تظهر ملامح وجهها، وكي لا يتمكن أحد من التعرف عليها بأي شكل من الأشكال، كما أنه اقترح عليها أن يقوم باستئجار شقة مفروشة كي لا يتعرف أي من أقاربها أو معارفها على آثاث المنزل. بدأ تجهيزهما للشقة والكاميرات،
بدأ سيد وهبة في تصوير مقاطع الفيديو المخلة تلك، ولاحقا قام سيد برفعها على حسابات خاصة على الإنترنت حملت اسم روتين يومي. وسرعان ما بدأت المشاهدات والهدايا تنهال عليهما، وربح الآلاف من الجنيهات بسهولة بالغة، الأمر الذي شجع هبة وجعلها تتصرف بشكل أكثر إثارة وجرأة أمام الكاميرات، كما أنها بدأت ترتدي ملابس تكشف عن جسدها بشكل أكبر، فضلا عن اختلاقها لشخصية مدام سوسو التي تقمصتها هبة أثناء ظهورها في البث المباشر لتلبية طلبات المشاهدين الشهوانيين مقابل إرسال الهدايا المالية. بعد فترة من فتح تلك القناة، بدأت علامات الثراء المفاجئ تطرأ على حياة هبة التي غادرت شقتها المتواضعة واستأجرت شقة شاسعة وفارهة في حي راق، ونقلت ابنيها لمدرسة خاصة باهظة الثمن. لكن هذه الحياة المريحة كانت خطيرة للغاية، حيث أن القانون المصري يمنع ممارسة مثل تلك الأنشطة المخلة، وكانت الشرطة غالبا ما تتتبع الحسابات المماثلة لحساب سيد على الإنترنت وتلقي القبض على القائمين عليها. استشعرت هبة الخطر بعد أن سمعت عن حملة أمنية قادتها الشرطة ضد عدد من الحسابات الإلكترونية المتخصصة في نشر ذلك المحتوى المخل، الأمر الذي دعاها أن تطلب من سيد بأن يكف عن تصوير تلك الفيديوهات وبثها على الإنترنت، خصوصا أنه ما كان قد جمع ما يكفي من المال بالفعل. رضخ سيد على مضض لمطلب هبة ووافق على إغلاق حساب روتين يومي الذي كان يدر عليهما ذهبا، لكنه طلب منها الانخراط في عمل آخر أقل خطورة، حيث كان على هبة هذه المرة إنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث مع بعض الرجال وابتزازهم وطلب الأموال منهم، وقد بلغ بهم الأمر لتنظيم بعض الجلسات في الشقة المفروشة بالفعل، وتمكن من خلال ذلك النشاط من تعويض الخسارة المادية التي ألمت بهما بعد إغلاقهما لحساباتهما الإلكترونية. على الرغم من توفر الأموال، كانت هبة تشعر بعدم الارتياح من هذه الحياة التي فرضها سيد عليها، وكانت ترجو أن تجد لنفسها مخرجا منها، وسرعان ما عثرت على ذلك المخرج المتمثل في رجل محترم يدعى سامي. التقت به على سبيل الصدفة في أحد المقاهي. كان سامي رجلا مهذبا ولبقا، وقد قدم نفسه لهبة بطريقة لفتت نظرها، وسرعان ما اشتعلت شرارة عاطفية بينهما، لدرجة أن سامي عرض عليها الزواج، لكنه أخبرها بأنه متزوج بالفعل وله العديد من الأبناء، ولذلك فقد فضل أن يبقى زواجهما سرا بينهما. رأت هبة في ذلك العرض مهربا من الحياة التي تعيشها مع سيد، ولذلك لم تتردد في الموافقة على طلب سامي، لكنها واجهت معارضة غاضبة من سيد الذي رفض تلك الفكرة، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي خسارة مصدر رزقه الأساسي بتلك السهولة. وعندما ألحت هبة عليه في مطلبها، هددها سيد بنشر فيديوهاتها القديمة على الإنترنت لفضحها أمام سامي وابنيها وأقاربها والمجتمع بأسره. لم يتوقف سيد عند هذا الحد، بل قرر الانتقام من سامي نفسه، وطلب من هبة أن تستدرجه إلى الشقة المفروشة وتقوم بتصويره سرا في أوضاع مخلة لاستخدام تلك اللقطات بغية ابتزازه لاحقا. وبطبيعة الحال لم تكن هبة تملك أن ترفض ذلك الطلب، بينما كان سيد لا يزال يلوح بفضحها أمام العالم بأسره. في يوم وقوع الجريمة اتصلت هبة بسامي وطلبت منه أن يزورها في الشقة الجديدة، زاعمة أنها مريضة وتحتاجه لمساعدتها في بعض الأمور. وعندما وصل سامي إلى المنزل، استقبلته هبة بلطف وأجلسته في غرفة الضيوف، وفي تلك اللحظة أدركت أنها على وشك خيانة رجل وثق بها وأحبها وعاملها بلطف واحترام بالغين. كان الأمر كما لو كان ضمير هبة استيقظ فجأة، فدخلت الغرفة على سامي بارتباك شديد وطلبت منه المغادرة، مشيرة إلى أنها كانت على وشك الذهاب للطبيب دون أن تستدرجه لأي أفعال مخلة كما اتفقت مع سيد.
عندما عاد سيد لاحقا وعلم أنها لم تلتقط أي صور أو فيديوهات لسامي ولم تسجل شيئا يستطيع ابتزازه به، رفع يده في وجهها بالضرب وسط سيل من الشتائم مستنكرا عصيانها لأوامره. أوضحت هبة في اعترافاتها للشرطة بأن سيد صفعها مرارا وألصقها بالجدار وهو يصرخ قائلا: ليس لك مفر مني، إما الطاعة أو الفضيحة. لتجد هبة نفسها تحت وابل من الألم والانهيار، فاندفعت لا شعوريا نحو المطبخ لتنتشل السكين وتغرزها في صدر سيد بغل وحقد شديدين. وقد حاول سيد من جانبه أن يقاوم ويخنق هبة، لكن سرعان ما خارت قواه وارتخت يده وتهاوى على الأرض مفارقا الحياة. بعد حديثهم مع هبة انتقل المحققون إلى الشقة المفروشة الخاصة بسيد وهبة، وهناك عثروا على جثة الضحية وبجانبها السكين الذي استخدمته هبة لتنفيذ الجريمة، وبذلك اكتملت أركان الجريمة، وأصبحت المتهمة هبة محمود جاهزة للوقوف أمام هيئة المحكمة. أدانت محكمة الجنايات هبة بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد، وحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت، لكن فريق الدفاع الخاص بالمتهمة استأنف على ذلك الحكم باعتبار أن هبة لم تخطط لتلك الجريمة، وأن الجريمة برمتها كانت وليدة الموقف الذي وقع بينها وبين سيد، مما ينفي عنها جزء الإصرار والترصد الموجب لحكم الإعدام. بعد عدة محاولات استجابت المحكمة في النهاية لطلب فريق الدفاع، وفي العام 2023 تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هبة واستبدل بحكم بالسجن المؤبد، بعدما أقرت المحكمة بحقيقة أن هبة لم تخطط مسبقا لجريمتها. هل يمكن اعتبار جريمة هبة فعلا ناتجا عن الدفاع عن النفس